السلام عليكم. اليوم كنقدم لكم طريقة الطياب ديال الملوخية أو ما يسمى في الدول الشرقية بالبامية. كتحتاجي في المقادير الملوخية، الكمية على حساب عدد الأفراد الموجودين عندك في المنزل سيدتي، طماطم مقطعة إلى قطع، بصلة متوسطة مشلضة، ثوم 6 دروس مشلضين بحال هكا، قزبر ومعدنوس. بالنسبة للعطرية عندك الخرقوم، الابزار، سكينجبير، الكمون. بالنسبه للتقليه في الاول كنديروا شويه زيت المائده، والعنصر الاساسي اللي كيكون كتير هو زيت الزيتون. بغيت نقول لك نشير سيدتي طريقه تنظيف هاد الباميه اولا الملوخيه. كتقطعي لها هاد الراس، من بعد كديري الماء سخون سبوله تقريبا بحال غتسلقيها، بحال غتنظفيها. كتديري كاسخول اولا اناء، كتكبي عليه هذاك الماء سخون وشويه ديال الملحه، كتخليها واحد 2 دقائق، من بعد كتصفيها سيدتي عاد كتستعمليها. هذه طريقه التنظيف ديالها سهله، ومن بعد كتجيك زوينه وبنينه في الطياب. بسم الله على بركه الله نبدا. بسم الله. كنجيبوا الاناء ديالنا اولا المقله اللي غادي طيبوا فيها سيدتي، كنديروا فيها الكميه ديال الزيت المائده اللي عندنا. كنضيفوا هادوك الدروس ديال الثوم اللي 6 حتى 7 ديال الدروسه ديال الثوم، ماشي مشكل. نقليوه مع البصل ديالنا، نقليوهم مزيان عاد باش نضيفوا المكونات الاخرى ديالنا. كيف كتلاحظوا من بعد ما دبلنا هاد البصله مع الثومه تطلع عندكم النكهات ديال البصله وديال الثومه، عاد باش كنضيفوا الملحه ديالنا. نسيت ما قلتهاش لكم في المقادير. كنضيفوا المعلقه ديال الابزار، عفوا سيداتي. كنضيف نص معلقه ديال السكينجبير، كنضيف معلقه صغيره ديال الخرقوم، ومعلقه ديال الكمون. من بعد كنضيف سيداتي هذيك الباميه ديالي اولا الملوخيه ديالي، كنقليها مع هاد العناصر. كنضيف لها زيت الزيتون، من بعد ما نقليها عاد باش نضيف لها الطماطم. نضيف لها الطماطم ديالي سيداتي، ونزيد الربيع ديالي، ونخلي هاد المكونات كامله نخليها طيب. من بعد ما خليت كاع العناصر كنقليها مزيان سيداتي، وضفت ليها هذوك التوابل ديالنا. كندير لها كاس صغير ديال الماء، من بعد كنقص عليها العافيه ونخليها طيب. نتلاقاو منين طيب الملوخيه ديالنا. الملوخيه ديالنا من بعد ما طابت كتجي بهذا الشكل. كتقدم كسلطه دافئه اولا تخدري بها طاجين ديال اللحم اولا الدجاج ديالك. ثقوا بيا سيدتي راه شي حاجه اللي زوينه وجد مميزه. للتقديم كسلطه دافئه كديري رشيشه ديال الكمون بحال هكا، وعصيره ديال الحامض عليها بحال هكذا، وشويه ديال زيت الزيتون بحال هكذا. ثقوا بيا شي حاجه اللي بنينه، وان شاء الله تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم، وتجربوها وكيف العاده تبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم الاحباء ديالكم. وبصحه والراحه والى وصفه قادمه ان شاء الله، وشكرا على المتابعه.